زبيدة ثروت كانت ممثلة مصرية مشهورة. ولدت في 14 من يونيو 1940 في الإسكندرية. والدها كان ضابطا وأمها حفيدة السلطان حسين كامل. بدأت مسيرتها الفنية في عام 1956 بفيلم دليلة، وسرعان ما اشتهرت بعد مشاركتها في فيلم يوم من عمري مع عبد الحليم حافظ. اشتهرت بجمالها الاستثنائي، حصلت على لقب ملكة جمال المراهقات في مسابقة نظمتها مجلة الجيل، وكانت تعرف بأنها صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية. قدمت العديد من الأفلام الناجحة مثل زماني يا حب، والحب الضائع، وشمس لا تغيب، وكانت تلقب بملكة الرومانسية بسبب أدوارها الرومانسية المميزة. تزوجت زبيدة ثروت 5 مرات، وكانت حياتها مليئة بالأحداث والتحديات. اعتزلت الفن في أواخر الثمانينيات ورحلت عن عالمنا في 13 من ديسمبر 2016، تاركة وراءها إرثاً فنياً غنياً وذكرى جميلة في قلوب محبيها.